السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ويا أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. وصفة اليوم إن شاء الله غتكون حريشات في الفران ساهلين وبنان، كيجيو مقرمشين من برا ورطبين وهشاش من الداخل، كيوجدوا تقريبا في 10 دقائق، وفقط بيضة وحدة و بكمية عائلية، يعني بكمية كيخرجوا تبارك الله كمية كثيرة اللي تقدو توفى عائلة. تبعوا معايا الفيديو باش نشوفوا المقادير وطريقة ديال التحضير ديالهم. على بركة الله، في بول ولا زلافة غنديروا بيضة، نحاولوا نطربوها واحد شوية، وغنضيفوا عليها كاس لاروب ديال سكر سنيده. العبارات غيكونوا بكاس ديال العنبه، غنضيفوا تدريجيا وانا كنحرك البيض، ونحاول نطربهم مزيان حتى تجانس لينا سنيده والبيض وتذوب ويذوبوا الحبيبات ديال سنيده. وغنضيف عليهم واحد الساشي ديال سكر بنكهه ديال زهر البرتقال، اي ما يعادل 7.5 غرام. وغنضيف ايضا واحد الساشي ديال الفاني حتى هو تكون فيه 7.5 غرام. الا ما كانش متوفر عندكم هاد الساشي ديال السكر بنكهه زهر البرتقال، تقدروا تضيفوا فقط غير قشور ديال الحامض ولا ديال الليمون، حتى هما زوينين كيعطيو واحد النكهه واحد الريحه زوينه لهاد الحريشات هادي ديال الحامض ولا الليمون. كنستمر في التطريب حتى كتذوب كيف ما قلت سنيده والسكر فاني والسكر ديال زهر البرتقال. وغنضيف عليهم واحد العلبه ديال الياغورت، يكون ياغورت بنكهه ديال الفاني. انا هنايا غنضيف 2 حيت استعملت غير الياغورت الصغير ديال درهم، تقدروا تستعملوا 2 من ديال درهم ولا غير واحد العادي اللي كنعرفوا الكبير. وغنطرب مره اخرى حتى كيولي عندنا واحد الخليط هكا. فاش كنضيفوا الياغورت كيولي عندنا واحد الخليط هكا كريمي كيف ما هو موضح في الفيديو. وكنبقى مستمره في التحريك، وموراها غنضيف كاس ديال الليمون كيجي في هاد الحريشات واعر وبنين. البنه ديال الليمون اصلا كتجي هكا باينه. وغنضيف واحد نص كاس ديال الزيت، وغنضيف عليهم 3 ديال المعالق كبار ديال الكوك تا هو كيتواتى مع الحريشات. كتجي هكا ديك البنه ديال السميده مع مع الكوك مع المذاق ديال الليمون مع الريحه ديال الساشي ديال السكر بنكهه زهر البرتقال. وغنضيف دابا سنيده، غنضيف 4 ديال الكيسان تدريجيا. درت الكاس الاول وكنخلط باش ما يتعجنش لنا الخليط حتى كيتجانس الخليط. وكنضيف الكاس الثاني وكنبقى مستمره بنفس الطريقه، كنضيف كاس وكنحرك حتى كيتحرك السميده وكيتحيدوا الكويرات وكيولي عندنا واحد الخليط هكا متجانس. وكنضيف الكاس الثالث، كنبقى مستمره طبعا بالتحريك. وفي الكاس الرابع نحاول نكمل الجمع ديال الخليط يا بيديه يا باي سباتول كيف ما غندير انا غنكمل بسباتول. تقدروا تكملوا الجمع ديال الخليط غير بيديكم، زعما ما كاين حتى شي اشكال. وفاش غنضيف الكاس الرابع غنضيف معاه حتى واحد الساشي ديال خميره ديال الكيميائيه ولا خميره الحلويات، اي ما يعادل 7 غرام. وغنجمع الخليط ديالي، راه في الاخر غيعطينا واحد الخليط هكا ما قاصح ما جاري. فاش تهزوها بيديكم تلقاوها هكا رطبه. اهم حاجه انها ما تكونش قاصحه باش ما تجيكمش مدقصه، وما تكونش جاريه باش ما تجيكمش هكا الحريشات جاريين وسايحين. في الاخر ديال الفيديو غتشوفوا انهم كيجي الخليط فاش كيتجمع. كنستمر بالتحريك حتى كيتجمع ليا السميده مزيان كتشرب داكشي اللي درنا فيها. وكنخليها ترتاح واحد 5 ديال الدقائق. في الوقت اللي غنخلي السميده ديالي ترتاح شويه غندوز باش نحضر الخليط اللي غنجمع به الحريشات ديالي باش يجيو مقرمشين من برا، وفي نفس الوقت باش ما يلصقوش لينا في الطاوه. في زلافه غناخذ 2 معالق ديال الكوك و3 المعالق ديال السميده،
وغنخلطهم مزيان. غناخذ طاوه ولا مقله، اي حاجه ممكن تدخلوها للفران، وغندهنها بشويه ديال الزيت، وغنبدا نكور الحريشات ديالي باش نديرهم في الفران. غناخذ كره متوسطه الحجم، يفضل انها تكون متوسطه كيجيو في الشكل زوينين وباينين هكا. الشكل ديالهم كيجي عاطل العين. تقدروا ديروهم صغار ولا تقدروا ديروهم كبار على حسب الاختيار ديالكم. غناخذ شويه ديال العجينه ونفندها في السميده والكوك، نحاول نقاد ليها الشكل ديالها يكون هكا شكل ديال الكره زوين، ونحطها في الطاوه ولا مقله كيف ما درت انايا. وفي نفس الوقت نقاد ليها، نحاول دائما نقاد ليها الشكل ديالها تكون شكل دائره مقاد ومرتب وزوين. كنبقى مستمره بنفس الطريقه في كاع الخليط. كناخذ شويه ديال السميده وكنفندها في السميده والكوك، وكنحاول نقاد الكره تكون كره كيف ما قلنا مقاده وزوينه. كنبقى مستمره في نفس الطريقه في كاع الخليط حتى كيتقادى. بالنسبه للطريقه ديال الطياب ديال الحريشات ديالنا، الا كنتو عندكم فران ديال الضو كتشعلوه قبل على درجه حراره 180 درجه، وكديروهم الفوق حتى كيتفدقعوا ويطيبوا من التحت، وكتنزلوهم من التحت باش يتحمروا من الفوق. الا كان عندكم فران عادي ديال الغاز، راه بنفس الطريقه كتشعلوا الفران قبل طبعا حتى كيسخن، كتشعلوا الفران من التحت وكتخليوهم حتى كيتحمروا ويتفقعوا، وكتنزلوهم لتحت يتحمروا. كتردوا معاهم البال لا يتحرقوا، وكتخليوهم حتى كيتحمروا، يا يكونوا مجمرين يا ياخذوا هكا لون متوسط. وها الحريشات ديالنا كيجيو كيف ما هو موضح في الفيديو، رطبين وهشاش بالصحه والهنا. ما تنساوش الا جربتوهم تقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش تخليوا لي لايك ومتابعه باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات ديالي. وشنو تبغيو ايضا نحضروا في الفيديوهات القادمين. نخليكم في امان الله ورعايته، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي على قناتي. مع السلامه، بسلامه.